السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. خلاص انتوا داخلين على امتحان العربي، فطبعا كلكم عارفين مستر هاني الكردوني. انا صورت معاه فيديو قبل كده وبجد الفيديو عجبكم جدا جدا. النهارده رحت صورت مع المستر فيديو المستر اتكلم فيه عن كل فرع من فروع العربي بالتفصيل. انا مش عايزاكم تفوتوا ولا ثانيه في الفيديو ده، بجد الفيديو ده مفيد وهيجاوب على كل الاسئله اللي بتدور في دماغكم. الناس اللي ما تعرفش مستر هاني الكردوني، مستر هاني الكردوني كنت باخد معاه في ثالثه ثانوي، هو لي الفضل ان انا اجيب الدرجه دي في العربي، بجد بيسهل كل حاجه علينا. فمش عايز اضيع كلام كتير في الفيديو طويل انا عارفه، بس الفيديو ده هيجاوب على كل الاسئله اللي ممكن تكون بتدور في دماغكم عن العربي. ما تفوتوش ولا ثانيه في الفيديو ده، لان هو اتكلم عن العربي بكل فروعه بالتفصيل، ايه الحاجات المهمه تذاكروها وايه الحاجات اللي مش مهمه، ايه الحاجات اللي تركزوا عليها. بجد الفيديو مهم جدا جدا جدا، ما تفوتوش ولا ثانيه في الفيديو ده. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوفوني انا منى البلتاجي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكم كل اشعار بكل فيديو جديد هنزله. ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا مستر هاني الكردوني صورنا فيديو معاه المره اللي فاتت وقال لكم نصايح وكلكم اتبسطتوا منها وعجبتكم جدا، فانا طلبت من المستر ان انا اروح اصور معاه فيديو تاني يقول لكم ايه الحاجات اللي تعملوها في المراجعه وايه الحاجات المهمه وايه الحاجات اللي مش مهمه. فاول سؤال هساله للمستر، مستر ايه هي الحاجات المهمه يذاكروها في العربي وايه الحاجات اللي مش مهمه، لان طبعا العربي مش كل اجزاء مهمه ومش كل اجزاء بتيجي في الامتحان. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم العلم تنل فخار النبوة، فربك قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. في بداية لقائنا طبعا أحب أشكر تلميذتنا النجيبة دكتورة منى على هذا اللقاء، وشاكر ليكي على أنك يعني بتستثنيني من بين المدرسين لهذه اللقاءات. فطبعا ده إن دل على شيء فإنما يدل على المحبة التي بيننا. فربنا يجزيك خير عن هذا اللقاء، ويجزيك خير عن اللي بتقدميه لطلبة الثانوية من نصائح تنفعهم وترشدهم إلى الطريق الأصوب عشان يكون إن شاء الله في نفس الطريق بتاعك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، بالنسبة السؤال المحير للكل، أذاكر إيه أو ما ذاكرش إيه؟ أو معنى صح إيه المهم وإيه اللي مش مهم في اللغة العربية؟ طبعا بداية اللغة العربية يكمل بعضها بعضا، بمعنى إن كل الفروع مهمة، مفيش حاجة اسمها هذاكر ده وأسيب ده، لا، كل الفروع في اللغة العربية مهمة، بداية من التعبير، مرورا بالنحو، ذهابا إلى الأدب، انتعاشا بالنصوص، ثم تذهب إلى القراءة، ثم تنتهي بالقصة. فكل فروع اللغة العربية يكمل بعضها بعضا، فما فيش حاجة اسمها ده مهم هسيبه. ده ممكن كان في النظام القديم، لأن احنا كنا بنتوقع الامتحان جاي ازاي، انت بتذاكر بقول لك ذاكر دي وسيب دي، لكن النهارده ما عادش. النهارده انت داخل على نظام امتحان نصف متحرر من خارج المنهج، فعشان كده لا توقع فيه، لكن ممكن انا ادي لك مصطلحات تنفعك في الامتحان، حاجات كده تمشي عليها في الامتحان كاسترشاد علشان تقدر تمشي في الامتحان ان شاء الله وتتفوق وتحصل على الدرجه العظمى باذن الله تبارك وتعالى. طيب، نعمل ايه؟ اول حاجه لو فرضنا مثلا التعبير، اعمل ايه في التعبير؟ التعبير هيبقى كام سؤال؟ 3 اسئله، والسؤال الرابع بيجيبه في النحو همزات. ادي بالنسبه للتعبير عنه. طيب، احنا عودنا الطلبه من فتره ان هم يكتبوا موضوعات تعبير على حسب النظام اللي نزلوا فيه الامتحان الاسترشادي، سواء مقدمه لحفل افتتاح او خاتمه كلمه ختاميه في مؤتمر ما، او تقرير او رساله، او مثلا يجيب لك بيت شعر ويقول لك اشرحه، سيان، اي موضوع يجيبه في الامتحان ما تتخضش، اكتب في الموضوع مباشر. واحنا عايزين ال8 سطور او ال10 سطور او ال7 سطور اللي هو هيطلبهم في الامتحان. هيطلب كام؟ اكتب على قد اللي هو طلبه بالظبط، بمعنى طلب مني 8 سطور اكتب 8 سطور، طلب 10 هتكتب ال10. هتراعي في التعبير طبعا الهمزات، يا ريت ما نغلطش فيها، التاء المربوطه والتاء المفتوحه. عندنا كمان في استشهاد ببيت شعر يا ريت، في استشهاد بآية قرآنية يا ريت، في حكمه او مثل، في حديث شريف. حسن خطك، التزم بالموضوع، باذن الله هتاخد الدرجه النهائيه ان شاء الله تبارك وتعالى. وبالمناسبه ناس كتير بتقول ان التعبير مش هيتصحح، لا، التعبير هتصحح، بس هتصحح الكتروني، بمعنى ان هم هيصوروه ويبعتوه لبعض من المدرسين هيقيموا التعبير، وان شاء الله هتاخدوا الدرجه الكويسه باذن الله تبارك وتعالى. التعبير ملوش مشكله معانا خالص، لان كلنا بنعرف نكتب تعبير. بالنسبه لل3 اسئله التانيين، زي ما احنا بنقول في سؤال هيجي في النحو على هيئه همزات، سواء يستخدموا همزات مباشره او يستخدموا مع اسم الفاعل او اسم مفعول او الى اخره، بحيث ان هو يجيب لك حاجه عليها همزه مكتوبه عشان تعرف تكتب الهمزه ازاي. اما السؤال اللي فيه سؤال فقرتين، علاقه الفقره دي باللي قبلها، زعم وتفنيد ولا مشكله وحل ولا ظاهره وتفسير ولا ايه بالظبط، ده برضك هتعرفها من خلال القراءه المتأنيه للفقرتين، وتعرف ده علاقه الفقرتين ببعض ايه.
في عندنا السؤال ممكن يجيب لي 4 فقرات ورتب الفقرات بتاعتك على حسب كانك بتكتب في موضوع تعبير. ودايما لما تحب تكتب في حاجه زي كده تسال نفسك سؤال، ايه السؤال؟ انا هبدا بايه؟ طبعا اي مشكله بنبدا بتعريف المشكله، اسباب المشكله، نتائج المشكله، الحلول بتاعه المشكله. هو ده الترتيب الطبيعي لموضوع التعبير لو انت عايز تكتب موضوع تعبير، وهتمشي على كده في الامتحان. طبعا ممكن يجيب لي من ضمن اسئله التعبير مثلا وليكن مثل من الامثله الجاهليه، ويقول لك المثل ده بيضرب امتى؟ زي مثل رجع بخفي حنين، هذا المثل يضرب عند كذا ولا كذا ولا كذا، ويجيب لك 4 اختيارات. تمام؟ فده انت بتعرفها من خلال ال4 اختيارات بيتكلموا عن ايه، وهتاخد الاختيار اللي يمشي مع المثل، وده طريقه من طرق الاسئله اللي ممكن يجيبها. تمام؟ ممكن ايضا يجيب لي الفقره، يجيب لي مثلا وليكن 4 فقرات، واللي دول بيتكلموا عن التلوث. ايه الفقره اللي المفروض كانت تضاف؟ او ايه الفقره اللي المفروض تتحذف؟ يعني قول لي يا فكره يعني مثلا فقره زايده يا فقره ناقصه. انت برضك بتتخيل انت بتكتب موضوع تعبير، طب هل الفقره دي انت محتاجها ولا لا؟ هل الفقره ديت زياده ولا لا؟ بتعرفها من خلال سياق الايه الموضوع نفسه. ده بالنسبه كده للتعبير، ويا ريت ندرب انفسنا خلال هذه الايام ان شاء الله على كتابه اي موضوعات تعبير تقابلك. اكتب عن الشباب، اكتب عن النيل، اكتب عن الميه، اكتب عن بر الوالدين، اكتب عن التلوث، اكتب عن الاحتباس الحراري، اكتب عن مثلا السياحه في مصر وازاي نلميها، ازاي نعرف بلدنا. الموضوعات كثيره، بس المهم شغل ايدك اليومين دول كده في موضوعين او 3 استعدادا ان انت ان شاء الله تعرف ازاي تكتب التعبير في امتحانك ان شاء الله. وبالمناسبه يا ريت نخلي التعبير اول حاجه نبدا بيها في امتحان، يبقى حاجه وخلصنا منها وضمننا ال4 درجات بتاعتها، واحنا عايزين ال4 درجات لانها 1%. ده بالنسبه للتعبير. نتكلم عن ايه تاني؟ مستر، بما ان حضرتك دخلت في نقطه الامتحان وكده، ايه الاسئله او ترتيب الاسئله اللي يبداوا بيه بعد التعبير؟ ما هو ترتيب الاسئله بقى يختلف، لان انا عندي 4 نماذج، 4 نماذج مختلفه. في واحد هيبدا بالتعبير، في واحد هيبدا بالنحو، في واحد هيبدا، بس اذا كان بادئ بالتعبير مش بادئ بالتعبير ابدا انت بالتعبير. انا قصدي عشان اختلاف الترتيب، ايه الحاجات المهمه اللي يضمنوا درجاتها الاول؟ يعني مثلا ما هي التعبير ده اول حاجه، اول حاجه ابدا بيه التعبير عشان اخلص منه، لان انا عندي 4 درجات انا اولى بيهم، انا اولى ان انا. وبعدين في نفس الوقت بيمتص غضبك وانت داخل اللجنه، والصدمه اللي انت في اول يوم، والعربي والهبه بتاعته اول مره نمتحن ثانويه وخايف ومرعوب. فهنعمل ايه؟ عايزين نشد بقى الضغط العصبي اللي عندك والخوف والرعب اللي عندك ده كله، هنشده ازاي؟ هنطلعه ازاي؟ اكتب، طلع اللي جواك كله في الكتابه في ال8 9 سطور اللي هو يطلبهم منك في الامتحان ان شاء الله. ممكن بعد كده مثلا النحو يبداوا بيه بحيث ان هو درجاته مضمونه، او ان هو دي الحاجه الوحيده اللي هو مذاكرها؟ ما هو ممكن يبدا بالنحو بعد كده برضك على حسب الطالب نفسه. ربما يكون في طالب ما بيحبش النحو هيبدا بيه هيبهدل الدنيا. يعني قصدك حضرتك يبدا بالحاجه اللي هو ضامن ان هو يعرف؟ بالظبط. انا ابدا دايما بالحاجه اللي هتجيب لي الدرجه. انا شاطر في النحو، ابدا بعد التعبير على طول بالنحو. طيب انا حاسس ان انا مستواي مش قد كده في النحو، خش على القراءه. القراءه الدرجه بتاعتها مضمونه معاك ان شاء الله، لانك هتقرا القطعه وهتبدا تجاوب على الاسئله اللي فيها، فان شاء الله مضمونه معاك باذن الله تبارك وتعالى. سؤال الادب مضمون، وهنتكلم عن الحاجات دي كلها بالتفصيل باذن الله تبارك وتعالى. خدت بالك؟ مستر، طب بالنسبه لسؤال البلاغه، ازاي يذاكروا في فتره المراجعه بتاعت ليالي الامتحان، وازاي برضه يحل هو في الامتحان بحيث ان هو يضمن سؤال البلاغه برضه، لان هو بيبقى سؤال صعب وفي ناس كتير بتخاف منه؟ طيب بالنسبه للبلاغه، انا بشوف ناس كتير بتضيع ساعه واثنين وثلاثه واربعه على اليوتيوب او اونلاين في 4 ساعات شرح بلاغه، رغم انه يعلم علم اليقين ان البلاغه ما عادش سؤال منفصل، بل البلاغه اصبحت سؤال من النصوص، ومعروف شكله. بيسال الطالب دايما استعاره متنيه، استعاره تصريحيه، تشبيه بليغ، ويوم ما بيغالي على الطالب يجيب له صوره مركبه، وبيربط بين العاطفه والالفاظ. ادي بالنسبه لاسئله البلاغه بالنسبه للثانويه. فما ينفعش ان انا اضيع مع الطالب 4 ساعات علشان هو ما هو حافظ اصلا يعني ايه استعاره ويعني ايه تشبيه ويعني ايه مجاز ويعني ايه كنايه. فما ينفعش ان انا اروح اجيب البلاغه من اولى ثانوي واضيع مع الطالب 4 ساعات علشان لا البلاغه بكل تفاصيلها في ثالثه ثانوي ان اصبحت مستقله، سؤال ضمن النصوص. طلع تشبيه بليغ، طلع استعاره مكنيه، طلع، حتى هو ما عادش بيقول طلع، ده هو بيجيب العباره ويقول لك دي فيها ايه؟ استعاره مكنيه ولا استعاره تصريحيه ولا تشبيه بليغ، وبتكون شرح نفسها وظاهره للطالب حتى اللي يعني ايه المتوسط في البلاغه. فمش عايزين نضيع الوقت. وانت في الامتحان هيجي لك سؤال العباره دي فيها تشبيه ولا استعاره ولا والله لقيت المشبه والمشبه بيه قول على طول تشبيه بليغ وخلاص خلصت، مش عايزه فزلكه كتيره يعني. طب لقيت المشبه بيه محذوف يبقى استعاره مكنيه، طب المشبه محذوف استعاره تصريحيه. وبالمناسبه في غلطه بيغلط فيها الطلبه، كل ما بيلاقوا كلمه واحده يقول لك استعاره تصريحيه، كلمه واحده بس استعاره تصريحيه. لا يا حبيبي،
مش كل كلمه واحده بس تصريحيه، لا، ممكن تكون مجاز مرسل كلمه واحده، ممكن يكون كنايه عن موصوف كلمه واحده، ممكن تكون استعاره تصريحيه، فدي تتأنى شويه قبل ما تقول دي استعاره تصريحيه. اما بالنسبه للصوره المركبه زي ما انتم عرفتوها ومشروحه كتير خالص، هي عباره عن صورتين يا داخلين في بعض يا جنب بعض، يبقى صورتين، استعاره مع تشبيه او تشبيهين او استعاره مع مجاز او استعاره مع كنايه، المهم صورتين، عشان كده سموها مركبه، يعني حاجتين مركبهم على بعض يبقى اسمها صوره مركبه. فانا ما اشغلش نفسي بقى بالبلاغه، وبعد كده هيجيب لك ايه العاطفه المسيطره على الشعر في الابيات، وكلنا نعرف نجيب العاطفه، حزن ولا فرح ولا ضيق ولا ضجر ولا اعجاب ولا نفور، باينه من سياق الابيات. وكذلك عندنا العاطفه ماشيه مع الالفاظ ازاي؟ طبعا عاطفه حزن يبقى اكيد الفاظ بتدل على الحزن، عاطفه اعجاب يبقى اكيد الفاظ بتدل على الاعجاب، يبقى انت بتبص على العاطفه وتطلع الالفاظ وهو جايب لك في الاختيار. فانا مش عايز ابالغ بقى في ان انا اضيع وقتي في البلاغه، لا، الجزء اللي انا هذاكر فيه بلاغه اخليه لحل النصوص، اركز اكتر على حل النصوص، لان هتلاقي في وسط الاسئله بتاعت النصوص الايه؟ البلاغه. والبلاغه سهله ان شاء الله، ما فيهاش جدال، كل سنه اعتدنا حتى في النظام الحديث اعتدنا ان البلاغه ما فيهاش ادنى جدال، لان الصوره بتاعتها بتكون صوره واضحه وظاهره حتى للطالب المتوسط في البلاغه. طيب بالنسبه بقى لسؤال النحو، بالنسبه للنحو بقى، النحو طبعا عندنا الجديد عندنا السنه دي السؤال المقالي اللي هيجي في الاخر وبيكون عليه درجتين ان شاء الله، يا ريت نركز فيه، وفي الغالب بيكون ربط بين جملتين او اقتران جواب الشرط بالفاء او تثنيه جمله او جمعها، بحيث ان هو يجيب سؤال يضمن ان هو يكون مقسم الى يعني ايه درجتين مقسمين الى كل جزئيه في السؤال بنص، فهو هيحاول يجيب حاجه زي كده. في كل الاحوال اقرا السؤال كويس، اعرف ايه المطلوب، ايه اللي عايزه. نعم، كل جزئيه في السؤال بدرجه؟ لا، بنص، ما هو السؤال عليه درجتين، فبيجيب اربع يعني ايه 4 حاجات، وكل حاجه بنص تدينا درجتين. زي مثلا ربط بين جملتين، الاداه هيبقى على نص، فعل الشرط نص، جواب الشرط نص، لو في اقتران جواب الشرط بالفاء بيبقى بنص، يبقى كل واحد ايه؟ بنص، على اساس ان هو يدي مساحه اكبر للطالب انه ما يضيعش درجات، حتى لو فقدت نص يبقى الدرجه ونص ايه؟ موجودين، يعني مش ضيعت درجتين كاملين يعني. بالنسبه لي هتركز لي بقى في النحو على حاجات معينه شفناها في الامتحانات من 2021 حتى عامنا هذا، اقتران جواب الشرط بالفاء، كامل الاستفهاميه وكامل الخبريه، عندنا التثنيه في المقصور والمنقوص والممدود، اكد لي على الممنوع من الصرف والنبي وبخاصه على وزن افعل. عايزين ناكد ايضا على الاسم الواقع بعد خصوصا وخاصه ولا سيما. عايزين ناكد على الاسم الواقع بعد كلمه وبخاصه، سمى وثمت وهنا وهناك من الحاجات اللي بيلعب بيها. بناء الجمله المجهول، ويا ريت خلي بالك منها لان ان شاء الله هتلاقي سؤال موجود في الامتحان. عندنا كمان المصدر المؤول واعرابه وتحويل المصدر المؤول الى مصدر صريح، ده سؤال مؤكد في الامتحان السنه دي، يا ريت ناكد عليه. اسم ان لما بيكون مؤخر ويكون مصدر مؤول خلي بالك منه، الحاجات دي كلها يا ريت نركز عليها تركيز. بالنسبه بقى للهمزات، يا ريت خلاصه الهمزات كده لخصهم في ورقه عندك، وشوف الهمزه اللي في النص تكتب ازاي والهمزه المتطرفه تكتب ازاي، وانا ليا فيديو على القناه بتاعتي شارح فيها الكلام ده، يا ريت تتابعوه هتلاقوا فيه افاده ان شاء الله في ذلك الكلام. ايضا من الحاجات اللي يا ريت نركز عليها في افعال الشروع وافعال الرجاء، وتحويل من فعل من حرف تمني او حرف رجاء الى فعل رجاء، يا ريت ناخد بالنا الافعال ديت لان سؤال بيجي في الامتحان. كده التامه كان التامه، يا ريت ناخد بالنا منها، ايضا سؤال من الاسئله اللي بتجي لنا في الايه الامتحانات. عندي بقى الافعال لما بيتصل بها واو الجماعه او ياء المخاطبه، واذا اتصل بالفعل نون النسوه، توكيد الفعل بالنون واجب ولا جائز ولا ممتنع، الحاجات دي كلها يا ريت ناكد عليها تاكيد خاص علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا وهتلاقي نفس الاسئله اللي احنا بنقول عليها، لان يعني الملاحظ ان الاسئله بتتكرر في الامتحانات بدءا من 21 حتى الاسترشاد اللي شفناها السنه دي، الاسئله شبه بعضيها، يعني ما فيهاش فزلكه ولا عبقريه اكتر من اللازم، بمعنى ان الطلبه كلها ان شاء الله هتحلها وتحلها صح باذن الله. طيب بالنسبه بقى اخر حاجه سؤال النصوص وسؤال القراءه. بالنسبه للنصوص احنا عندنا نصين، نص شعري ونص نثري. النص الشعري طبعا هيكون تقريبا 9 اسئله، بيكون اخر سؤال ادب، بمعنى انه بيسال على السمه التي ظهرت في الابيات من خلال الشاعر نفسه، هو بينتمي لمدرسته. فانا اول حاجه انت وانت في الامتحان تركز لي عليها، تبص كده اسم شاعر احمد شوقي، ده تبع مدرسه الكلاسيكيه. عندي مثلا وليكن محمود عماد تبع مدرسه الديوان، عندي مثلا ابراهيم ناجي تبع مدرسه ابولو، عندي مثلا وليكن ايليا ابو ماضي، خلاص كده يبقى تبع مدرسه المهاجر. يبقى كل شاعر تحدد ليه
وانت بتحط اسم الشاعر قصاد القصيده تفتكر الادب بتاع المدرسه بتاعته، على اساس ان انت تعرف تحل السؤال رقم 9 في الادب ان شاء الله اللي هو تبع النصوص. طيب الاسئله بتاعت النصوص في حته كده شفناها في الامتحان الاسترشادي، طلب من الطلبه ما المغزى من البيت الاول؟ ايه المغزى من البيت الاولاني؟ وجاب لك 4 اختيارات. في غلطه الناس لقوا ان البيت الاول مش ماشي مع الابيات، قال لك يبقى كده الاختيار غلط. لا، انا بسالك في البيت الاول بس، يبقى كل اجابتك في البيت الاول، مالكش دعوه باقي الابيات. السؤال على حسب ما هو يسالك، قال في البيت الخامس يبقى البيت الخامس. قال لك ماذا نستنتج من مقوله كذا، مش دعوه بقى الابيات، انت خلاص ماشي على المقوله نفسها. جاب لك عباره، وايه اللي انا بستنتجه من العباره؟ يبقى انا ليا بالعباره بس، مش دعوه بالباقي. فيا ريت خلي دايما الاجابه بتاعك على قدر السؤال اللي هو سالك في الخامس يبقى البيت الخامس، سالك في الرابع يبقى البيت الرابع، ماليش دعوه بالحاجات الثانيه. تمام؟ طيب بالنسبه لي هو ما عادش بيشرح زي زمان. زمان كان يقول اشرح الابيات، عاد بيجيب لك يقول لك مثلا وليكن البيت اللي ممكن يدينا المعنى ده، واختار انت بيت من الابيات. يبقى هو بيجيب لك معنى وانت تختار البيت، او يجيب لك عباره ويقول لك العباره دي ايه البيت اللي ماشي معاه، البيت الاول ولا الثاني ولا الثالث. بناء عليه حضرتك لازم بينك وبين نفسك تكون شرحت الابيات لنفسك عشان تعرف كل بيت بيتكلم عن ايه. فعشان كده هنقرا الابيات قراءه متأنية. يا ريت وانت معاك القلم والرصاص بتاعك تحط بعض المعاني الكلمات فوق الابيات على اساس تسهل لك فهم وشرح الابيات. بعد كده تبدا تقرا السؤال وتشوف الاجابه بتاعتك على حسب السؤال اللي هو طالبه. هتلاقي ان شاء الله الاجابات كلها موجوده. واذا احترت في اجابه سؤال فعليك بنظام الاستبعاد. بمعنى انا عندي 4 اختيارات، استبعد واحد استبعد الثانيه، هي دي باقيه، يبقى ده اللي باقيه هي اجابه السؤال، ان شاء الله هتكون معاك صح، لان بذكائك وفطنتك هتقدر تختار الاجابه الصحيحه باذن الله. السؤال الثاني هيكون سؤال نثري، قطعه نثريه على منوال القطعتين اللي انت خدتهم السنه دي. خدت التكافل الاجتماعي في الاسلام لاحمد حسن زياد، خدت الكنيسه نورت لابراهيم اصلان. هيجيب لك نص من النصوص مساوي وموازي لهذا النص. الجديد عندنا السنه دي ايضا سؤال الموازنه، اللي هيكون السؤال رقم تقريبا 7 في النص النثري، وازن بين الكاتب اللي هو جابه في الامتحان وابراهيم اصلان او احمد حسن زايد. هجيب فقره منها وفقره منها. عشان كده بقول يا ريت بعد اذن حضراتكم ان احنا نقرا التعليق بتاع الكنيسه نورت والتعليق بتاع التكافل الاجتماعي في الاسلام، لانه محل سؤال رقم 7 في اسئله النصوص باذن الله تبارك وتعالى، عشان تعرف الموازنه بين الاثنين. فده السؤال النثري اللي هيجي في النصوص. يبقى انا عندي سؤالين، سؤال شعري وسؤال ايه؟ وسؤال نثري. ده بالنسبه للنصوص، قراءه النصوص مهم. بالنسبه للقطعه بالنثريه يا ريت نقراها كويس ونبدا، يعني حاول بقدر المستطاع تحط حوالي ساعه الا ربع للنصوص، ان شاء الله هتظبط معاك ظبط تمام، وكل الاسئله هتبقى تمام والاجابه ان شاء الله كويسه باذن الله تبارك وتعالى. السؤال بتاع الادب وسؤال القصه، يعني القصه في ناس كتير جدا طيب نمسك بالنسبه لسؤال القصه. بشوف كتير من زمايلنا المدرسين ربنا يبارك فيهم بيشرح القصه اثناء المراجعه الاخيره شرح وافي، رغم انه يعلم علم اليقين ان القصه عباره عن سؤالين، سؤال موازنه مع القطعه النثريه اللي هو جابها في القراءه، سواء قصه قصيره او ترجمه او سيره ذاتيه. وطبعا ممكن الطالب من خلال قراءه السيره الذاتيه او القصه اللي هو جايبها في الامتحان والقطعه بتاعه طه حسين هيعرف يجاوب اصلا، هيعرف الفرق بين القطعتين، يبقى ده مش محتاج لمذاكره قصه اصلا طبيعي. طيب السؤال الثاني هيكون مقالي، ده اول سنه يعملوه السنه دي، هيجيب لك قطعه، واحنا رفعنا على الفيس حوالي 30 سؤال مقالي، والناس يعني تداولتها بين مواقع مصر كلها وعرفت فكره السؤال هيمشي ازاي. عباره عن قطعه من الكتاب بتاع قصه طه حسين او السيره الذاتيه لطه حسين، وطبعا اللي ايه هيجيب لك السؤال من القطعه نفسها. يبقى انا هنقرا القطعه وبناء عليها فهمها واجاوب على السؤال، وده سؤال هديه، ده كده بيقول لك ده هديه مننا، اقرا القطعه واكتب اللي انت فهمته. يعني هو بيقول لك القطعه مجاوبه بعضيها. فيا ريت بعد كده يعني مش عايزين، لان الناس كتير احفظ القصه اذاكر القصه، طب هتضيع يومين 3 في سؤالين وحلين بعضهم وحلين نفسهم في الامتحان، حرام علينا. لا، نوفر ده لحل النحو او حل النصوص او حل القراءه المتحرره في اثناء مذاكرتك والاستعداد بتاعك للامتحان ان شاء الله. فانا مش عايز اضيع الوقت فيها. والله ان كان عندك متسع من الوقت وفاضي امسك السؤال والاجابه واقراه بسرعه، بس لو عندك ملخص لقصه او السيره الذاتيه الايام بسرعه كده اقرا سؤال واجابه، رغم ان انا بقول تاني ملهاش لازمه، ده انا جايب لك قطعتين وحلين نفسيهم، هتقرا القطعه دي وتشوف الموازنه بتقول ايه، هتقرا القطعه الثانيه وهتجاوب بنفس القطعه نفسها، الاجابه في القطعه، ودي اللي شفناها في الامتحان الاسترشادي ان كل السؤال جاي اجابته من القطعه. فياريت ما نضيعش وقت فيها، وطبعا لان احنا محتاجين الوقت دوت للفروع زي النصوص والقراءه والنحو. طيب ايه تاني؟ بالنسبه لسؤال الادب، طبعا الادب هيجي لي 4 اسئله شعريه، وفي الغالب هيجي لي 2 نثر
عن القصه القصيره او الروايه او المسرحيه ان شاء الله. طب بالنسبه لسؤال الادب، انت مذاكر ادب كويس وحليت عليه كتير، خلاص سؤال الادب ما عادش فيه مشكله زي زمان. ليه؟ لان سؤال الادب النهارده طالما انا حافظ سمات المدرسه هو بيجيب لك 4 اختيارات، 3 ما لهمش علاقه بالمدرسه والرابع هو الاختيار. انا حافظ سمات المدرسه خلاص، دي مش تبعها دي مش تبعها دي مش تبعها، هي ديت يبقى دي الاجابه بتاعتي. فخلاص مش محتاج سؤال الادب النهارده، اصبح بالنسبه للطالب سهل لان هو بيجيب 3 اجابات ما لهمش علاقه بالاجابه الرابعه. اخر حاجه بقى سؤال القراءه. سؤال القراءه. طيب بالنسبه لسؤال القراءه هيجي لنا قطعتين. القطعه الاولى هتكون قطعه علميه بتتكلم عن اي قضيه من قضايا العلم اللي احنا بنعيشها النهارده، البصمه الالكترونيه، البصمه الكربونيه، النانو تكنولوجي، التقنيات الحديثه في علم الاتصال، الانترنت واضراره، مثلا الفيروسات وانتشارها في العالم، مثلا مرض معين انتشر في بقعه معينه والعالم وازاي نعالجه. في كل الاحوال قطعه القراءه بكل بساطه في غلطه بنقع فيها معظمنا، ان انا باخد السؤال واروح ادور على الاجابه، بتطلع معايا الاجابه غلط. لا، انا هعمل ايه السنه دي؟ هقرا القطعه كامله وان شاء الله القطعه مش هتكون طويله، لان اللي احنا شفناه في الامتحان الاسترشادي القطعه مش طويله، يعني بالظبط كده ممكن تاخد ربع ساعه قراءه. يعني قصد حضرتك ان هو ممكن يروح ياخد السؤال مثلا يدور عليه في الفقره اللي هو قال له عليها وهو اصلا اجابته في فقرتين. بالظبط، لان ممكن النهارده وانت بتدور على اجابه سؤال بدون قراءه القطعه كامله ممكن اجابه السؤال تكون في فقرتين مش فقره واحده، يعني ماسك فقرتين مع بعض. لكن انا هعمل ايه؟ همسك القطعه واقراها، وكل فقره من الفقرات احط لها عنوان، وبعد ما اخلص اروح حاطط عنوان عام للقطعه كامله غير العنوان اللي هو جايبه. ده من فهم انا، ده هيسهل عليا نص الحل بالظبط، وابدا بعد كده اخد السؤال وادور انا عرفت الفقره بتتكلم عن كذا، خلاص الاجابه بتاعتها هتيجي، يبقى اصبح الامر بالنسبه ليا سهل ويسير ان شاء الله. القطعه الثانيه هتكون قطعه ادبيه، يعني عندنا مثلا ممكن تكون قصه قصيره، او ممكن تكون مقال وصفي، او ممكن تكون جزء من سيره ذاتيه العقاد يحيى حقي، توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، مقال وصفي لكاتب من الكتاب، ممكن هو ماشي ثروت اباظه بيوصف حاجه معينه، فهو بس يعني ما تفرقش، هي قطعه ادبيه هتقراها قراءه متأنية تبدا تحل الايه على حسب السؤال، بس لازم قراءه القطعه الاول ونشوف تتكلم عن ايه ونربط بينها وبين بعضيها. وطبعا من المبشرات السنه دي ان الوزير ربنا يبارك فيه اعلن ان مفيش متشابهات في الاجابات، بمعنى ان احنا كلنا ان شاء الله هنتفق على اجابه واحده، غير السنوات اللي فاتت كنا بنطلع ونقعد نختلف، لا دي صح لا دي صح، تطلع على 4 اجابات صح وكل مدرس براي وكل طالب براي، وتشتت في الاماكن. السنه دي هم توعدوا ان الامتحان ان شاء الله الاجابه هتكون واحده، ودي اعتقد شفناه الى حد ما في الامتحان الاسترشادي، ما لقيناش تشتت في الاجابات، الاجابات تكاد تكون اتفاق بين الناس وبعضها الى حد ما، تمام؟ فيعني ندعو الله ان الوزير يكون عند كلامه، والساده اللي هيحطوا الامتحان يكون عند كلامهم، ويجيبوا لنا اجابه واحده، مش نتحير مش نتشتت في الاختياري من متعدد، تمام؟ ده بالنسبه للقراءه. يا ريت تحط لها كده زمن، ممكن نص ساعه ساعه الا ربع، ما تزيدش عن كده علشان وقت الامتحان باذن الله تعالى، عشان يبقى عندك في الاخر وقت يعني ربع ساعه كده للبابل شيت والمراجعه. ويا ريت البابل شيت في البدايه نعمله بالرصاص، حبر بالرصاص الاول، بعد ما نخلص ان شاء الله وتتاكد من الاجابه بتاعتك يا ريت يعني ندوس عليه بالجاف عشان ما يتمسحش مننا، لان انتوا عارفين الاجهزه يعني ممكن تتعامل مع الرصاص تعامل خاص ان الاجابه مش موجوده او الاجابه ممسوحه ويطلع لك الاجابه غلط. لكن بعد ما تخلص الرصاص يا ريت نظلله بالجاف كده، ما انا خلاص تاكدت من الاجابه ان الاجابه صحيحه، وما يعني ما تحاولش ان انت تضيع الوقت في الاخر وتقول معلش ده انا ما لحقتش لا الرصاص لا الجاف لا مش عارفين، بلاش. حاول تقنن الوقت بتاعك وانت معاك الساعه بتاعتك، وظبط وقتك كده، مثلا ولو كان هنقول ساعه الا ربع قراءه، ساعه الا ربع نصوص، يبقى دي كده ساعه ونص، هناخد نص ساعه نحو، يبقى دي كده ساعتين. عندنا هناخد الادب والتعبير هناخد له مثلا نص ساعه، هيفضل معانا نص ساعه نلعب فيهم براحتنا في المراجعه الاسئله والمراجعه البابل شيت، ويعني ايه نظبط كده ومش عايزين قلق، وان شاء الله السنه دي يعني استبشر خيرا ان الامتحان هيكون كويس، لان يعني الطالع بيقول كده ان الامتحان هيكون كويس ومفيش الامور المعقده اللي احنا اعتدنا عليها قبل كده، على اساس ان احنا يعني تعبنا كتير وانتوا تعبتوا معايا والكل تعب والاب والام تعبوا، فان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبنا، لكن تعبنا ان شاء الله هيكون على خير باذن الله ونحقق ما نريد ان شاء الله. حابب بقى بس تختم السنه معاهم بايه، او اخر حاجه تقولها لهم ايه في ختام السنه في العربي؟ والله في ختام السنه يعني احنا في ايام مفترجه، ايام الحج الاعظم، فطبعا الدعوه فيها ان شاء الله مستجابه، فادعو الله تبارك وتعالى من كل قلبي وجوارحي ان ربنا يسعدكم ويوفقكم السنه دي، وان شاء الله كل واحد يحقق الامل اللي عايزه ويدخل الكليه اللي يتمناها واللي يحبها عشان يتفوق، ودايما كده شعارنا فصبر جميل فلنصبر ونحتسب
ونعتبر اللي احنا بنعمله جهاد كبير خالص عشان ربنا يكتب لنا الاجر والثواب الاعظم في الدنيا وفي الاخره. ومن كل قلبي اتمنى لكم السعاده، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.